المغرب اول منتخب افريقي يحصل على البطاقه الاولى المؤهله لكاس العالم سنه 1970 مم. في المكسيك. تصدر مجموعته سنه 86 على الارجنتين، على عفوا انجلترا والبرتغال وبولندا. يعني حاجه ما حصلتش قبل كده. اصبح بعد كده اول منتخب افريقي يصل للدور ربع النهائي، ودي حاجه استثنائيه. تاريخ الكره المغربيه كبير جدا، منتخب عالمي، ونكن ليه تقدير بالمناسبه، لان احنا معجبين بالاداء المنتخب المغربي في البطولات العالميه، زي ما احنا بنشوف اداء مثلا منتخب اسبانيا الرائع في التوقيت الحالي. ناس كتير بتتعامل مع المغرب دلوقتي في العالم على انه منتخب من القوى العالميه، وهو بيلعب جنب لعيبه كلهم بيلعبوا في الدوريات الاوروبيه. النهارده لما تبص على تشكيله المنتخب المغربي، التشكيله اغلبها من الخمس دوريات الاوروبيه الكبرى. انت مم. عندك على الاقل ست لاعبين من الدوري الاسباني، مم. عندك لعيبه من الدوري الفرنسي، الدوري الانجليزي، الدوري الالماني. فانت بتتعامل مع منتخب الحقيقه هو منتخب عالمي. البنيه التحتيه في المغرب تطورت جدا، واحنا كذا مره اتكلمنا على اكاديميه محمد السادس كمان، اللي بتطلع لعيبه كويسه. فالشغل في المغرب هو نجاح، انا بشوفه نجاح جماعي اكتر من كونه مدرب.